بص بقى، احنا هنجيب محمود ومحمد. محمود عايز يزيد ومحمد عايز يخس. في حاله بقى ان الاتنين صايمين، يعني مستويات الانسولين قلت. الانسولين بيساعدك في البناء العضلي، بس ده في حاله استخدامه الصح. بس خلينا نكمل، لان من الناحيه التانيه مستويات الجي اتش اللي هو هرمون النمو زاد، وده هرمون من اسمه كده بيساعدك في النمو العضلي، وكمان هيخليك تخسر دهون. وزود بقى كمان عندك ان الجسم هيعالج نفسه من الخلايا التالفه ويجددها بخلايا جديده. نخش بقى في المرحله التانيه، والاذان يأذن، فالاتنين يفطروا. ومحمود اللي عايز يزيد يحاول يعلي من مستويات الانسولين اللي داخله الجسم بصوره صحيحه، ويكون عامل تعويض بسعراته الحراريه عشان محمود بيحاول يزيد. بس محمد بقى لما فطر كان بيحاول يحافظ على مستويات الانسولين، وبيدخل مقداره بس من الوجبه مع تعادل العجز في السعرات الحراريه. يعني كل اللي استفدناه من القصه ان الموضوع هو عناصر اكل مرتبطه بهرمونات الجسم وسعرات حراريه، والجسم في اخر اليوم بيتم جرد الموضوع ده عشان يعرف احنا رايحين على فين. الاتنين استفادوا من حرق الدهون بس ده في حاله انك بتصوم كما يجب ومش بتنام طول اليوم. بس محمود اللي هو عايز يزيد لو عمل المعادله الصح هيضرب عصفورين بحجر، ويعمل بادي ريكومبوزيشن ويكون نزل دهون وزاد عضلات. فما تقلقش، رمضان والصيام هيفيدوك اذا كنت انت عايز تزيد او عايز تخس. بس وانت بتعمل كده متنساش تصلي على النبي. Croc Coach.